خليني افاجئك واقول لك كلمتين في حق اللاعب اللي قدامك ده، الفرنسي كيليان امبابي. اللاعب ده ابو الكباتن مش مجرد لاعب عادي، ده لاعب تحسه ان هو هربان من ريحه الاساطير. وقبل ما تقول لي انت بتبالغ قوي يا عم مكة، استنى لاخر الفيديو وهقنعك. كيليان امبابي انا شايفه انه مش زي اي لاعب موجود دلوقتي، لا بيتنرفز على الحكم، لا بيعترض زي فينيسيوس، ولا بيتخانق مع زمايله، ولا حتى مع الخصم. ده العكس تماما يا ابو الكباتن، بيضحك في وش الخصم وكانه بيقول لهم محدش هيقدر يوقفني. تعالى اخدك بقى لحاجه مهمه وغريبه، مهما انتقدت فيه والصحافه والاعلام قطعوا فيه، اي انتقاد عنده بيتحول لطاقه وبيولع الملعب بالاهداف. يا ابو الكباتن ده في اسوأ مواسمه فنش ومعاه الحذاء الذهبي، يعني انت متخيل ايه؟ ده اللاعب اللي تشاور عليه وتقول هو ده اللي يشيل فريق كامل. ويمكن الصوره اللي قدامك دي يا ابو الكباتن تشرح لك قوه امبابي دلوقتي عامله ازاي. كيليان امبابي سجل اكتر من فينيسيوس ورودريجو مجتمعين من اول ما ظهر مع ريال مدريد، وانا بكلمك على فينيسيوس ورودريجو الاجنحه المفروض اساسيين مع الريال. انا شايف ان امبابي دلوقتي هو الوحيد اللي في جيله اللي ماشي على خطى كريستيانو رونالدو، مش بهزر والله، حتى في تصريحاته عارف يقول ايه امتى وفين. ولو كمل ابو الكباتن بالطريقه دي ربنا بس يبعد عنه الاصابات، فمفيش دفاع في العالم هيقدر يوقفه. فانت ابو الكباتن تتفق معايا ولا لا؟